البنات والولاد، السلام عليكم. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. نهار جديد وفيديو جديد غادي نبداو كما العاده بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات والولاد مرحبا بالجميع. سمحوا لي على هذه الغيبه، وشكرا للبنات اللي اتصلوا بيا هكا في الواتساب ولا في الخاص وكيسولوا. فريمون انا مقصره في حقكم. مره هكا كنحط فيديو ديال القرايه لان المربيات كيرغبوني هكا باش كلشي يستافد، وهذيك راه الخدمه نتوما عارفين. والله البنات الا هادشي اللي كنشوف في التلفازه مرضني. هادشي اللي واقع المسلمين الفلسطينيين ولا اللبنانيين، صافي ما بقيتش قاده هكا نهز الكاميرا ونوض نصور. فريمون صافي مرضت. ما علينا غير ندعيو معاهم، يا ربي تفرجها عليهم وعلينا وعلى جميع المسلمين. يا ربي في هذا النهار دعيو معاهم البنات. هذا مكان، هذا الشيء هو اللي غبرني عليكم. واليوم ان شاء الله البنات طلبوا مني عاوتاني اقتراحات هكا الفطور. ملي حطيت داك الفطور الاخر اليوم ان شاء الله هكا قلت غادي نوجد فطير، نوجد فيه واحد جوج شهيوات زوينين. واحد الكيك بالتفاح، موسم ديال التفاح هو هذا، وراه رخيص فريمون. نستغلوه هكا نعطيوه لوليداتنا في دي كيك، في نصوبوا به هكا دي بلا دي سالاد فروي. المهم الاقتراح ديالي اليوم ان شاء الله واحد الكيك ساهل وبسيط وكيجي روعه فريمون ديال تحميره الوجه، وشي حاجه اللي تفرحوا بها هكا بعائلاتكم. حتى الا كان غيجي عندكم شي حد ولا معروضين غاديين عند شي حد، راه شي حاجه اللي غادي تحمر لكم وجهكم. والاقتراح الثاني ان شاء الله اللي هو اللي غنبداو به واحد البطبوط. راه الا جربتوها البنات انا اكيده الا جربتوه راه غيولي معتمد عندكم، وغتسمحوا لا في البطبوط ولا في الملوي. كيجي ما بين البطبوط والملوي المخمار، شي حاجه زوينه. وسيرتو الفطور الصباح ولا الكوتي ديال العشيه. انا غنوجد اليوم الفطور، صليت الله يتقبل لنا جميعا، وما غاديش نرجع الناس لانني غنحاول نوجد هاد جوج اقتراحات هكا باش نفطروا بهم. هانتوما عارفين العطله هادي، واخا هكاك راه خاصني زعما نفيق شويه باش هكا يوجدوا ليا مع الوقيته ديال الفطور. بالنسبه لهاد البطبوط اللي كيجي ما بين بطبوط وملوي مخمار، غنحتاج هنايا عندي في القصريه واحد 600 غرام خلطه ما بين دقيق فورس رطب وما بين دقيق ديال الفينو. المهم درت واحد 500 غرام ديال الفورس، هو راه كيبان لكم، ودرت معاه واحد 100 غرام ديال الفينو. عندي الطحين كما قلت لكم. غندير واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، واحد القياس ديال الملحه. عندي هنايا كاس ديال العنبه بعبر العنبه، كاس ديال الحليب دافي وكاس ديال الماء دافي. خلطتهم ودفيتهم هما باش غنعجن العجينه ديالي. وعندي واحد 4 كاس ديال زيت نباتيه. صافي بلا ما يطول علينا الفيديو، غادي ندوزو نعجنوه. غادي ندلكو مزيان. نتوما شفتوا انا حاطه القصريه، غندلكو مزيان لان هذا ما خصوش يخمر. وغادي نغطيه ونخليه واحد 4 ساعات يرتاح ونرجعو نشكلوه ان شاء الله. ان شاء الله. صافي هذا الشيء اللي كاين بلا ما يطول علينا الفيديو. من بعد ما خليتهم 4 ساعات قلت لكم غير يرتاحوا ما خصهمش يخمروا، رجعت لهم بديت كنشكل فيهم. انا ديجا راه بديت فيهم، هانتوما عارفين باش ما يمشيش ليا هكا الحال على الفطور، ولكن خليت وحيده باش غنصاوبها معكم. المهم اللي ارتاحت انا درت فيها كويرات. كل خبيزه غادي نديرو فيها 3 ديال الكرات. هانتوما كنقطعوهم. المهم الحجم كيرجع لكم نتوما. انا درتهم ما بين وبين، ماشي كبار وماشي صغار. صافي كنحاولوا نسرحوهم. هاد الطريقه راه ديجا درتها معكم في داك الملوي الكبير اللي قلت لكم اللي بغى يعتمدوا حتى في الرفيسه، مسمن ديال الرفيسه ولا ملوي ديال الرفيسه. صافي كنطرقهم بحال هكا. خليتهم ارتاحوا من طبيعه الحال شويه. هنا في البواطه راه الناس اللي متبعيني عارفين الخلطه السحريه ديالي، شويه الفينو مع شويه ديال الزبده مع شويه ديال زيت العود وزيت الزيتون وشويه ديال زيت المائده، زيت الروميه. صافي ودرت واحد نص خميره حمراء. اللي ما كانش غيديرها هنايا يديرها في العجينه. صافي وكنبقى نورق بحال هكا. كنديروا واحد الكميه محترمه هكا ديال هذا الخليط هذا. ها نتوما صافي. وكنهزوا الاخرى كنديروها فوق منها. هانتوما على هذا الشكل ساهلين ماهلين، وفريمون الا جربتوهم شي حاجه زوينه غادي تعتمدوهم ان شاء الله. انا اكيده الا جربتوهم راه غادي تعتمدوهم، وغتنساو كما قلت الملوي وتنساو حتى البطبوط، لانهم كيجيو ما بين الملوي المخمار وما بين البطبوط. شي حاجه رائعه. صافي وكنزلوها ترتاح. لينا العجينه ديالنا كنخليوها ثاني واحد 5 ديال الدقائق. ملي كنكوروها كنخليوها 10 ديال الدقائق.
هانتوما عارفين باش تطلق معنا بسهوله ونرجعوا ليها. ودابا كنخليوها غير واحد 5 دقائق صافي. هانتوما كما قلت لكم كل خبيزه كنديروا فيها 3 صافي. وكنحاولوا نطويوها بحال كنطويو المسمن المربع العادي. هانتوما راه ما كدهنوا ما حتى حاجه صافي. كنحاولوا نديروا بحال هكا صافي وكنجمعوها. هانتوما وكنجمعوها على هذا الشكل بحال الملويه، بحال الملوي الداير. راه كتجي بهذه الطريقه كتجي مرقه وكتجي زوينه صافي. هانتوما صافي وكنحطوها ترتاح. ها هما غادي نحطوهم عاوتاني يرتاحوا. هانتوما يرتاحوا ان شاء الله ونطيبوهم. راه طيب بحال كطيبوا الملوي الملوي ولا المسمان، ولا كنديروا المقله ديالنا حتى كتسخن، كنرشوا شويه الزيت، كندهنوا شويه الزيت وكنبقاو نقلبوا فيها حتى كطيب لينا. معكم وحده اخرى صافي. ملي كيرتاحوا لينا كما قلت كنطويو. هانتوما كنطويوها على شكل مسمنه مربعه. هانتوما صافي وكنجيبوا هذه لهنا وهذه لهنا وكنحاولوا نجمعوا بشكل دائري. هانتوما كنحاولوا نجمعوها بشكل دائري صافي. كنجمعوها هنا نكوروها ونحطوها ترتاح صافي. هانتوما صافي ونحطوها ترتاح يرتاحوا كما قلت وغنطيبوهم طياب العادي بحال كنطيبوا الملوي ولا المسمن ديالنا العادي. البنات انا راه بديت كنطيب فيهم، بلاتي ندور لكم باش تشوفوا. شوفوا ما شاء الله. شوفوا شتي راه كيجي ما بين المخمار، ما بين البطبوط وما بين الملوي مخمار. شفتوا؟ شوفوا ما شاء الله كيفاش كيتنفخ بحال كطيبوا البطبوط. هو بحال البطبوط وبحال الملوي مخمار، احسن من البطبوط وحسن من الملوي المخمار. راه ما كنتش غنشارك معكم كاع الطياب حيت الفيديو غيجي طويل. باقي لنا الكيك ساعه، قلت غنوريكم سمحوا لي وغنوريكم ان شاء الله النتيجه النهائيه. كما قلت كنرشوا بشويه الزيت وكنبقاو نقلبوا صافي حتى كطيب لينا. وها هو الملوي ديالنا، وها هو زعما المخمار ديالنا ولا الملوي مخمار ولا البطبوط واجد. وها هو البنات ولا هذا الشكل النهائي ديال المخمرات ديالنا. شوفوا سمعوا التقرميشه. شوفوا ما شاء الله كله كيجي لون واحد. هانتوما شفتوا؟ يعني اكيده الا جربتوه راه غيولي معتمد عندكم. كما قلت لكم غتسمحوا لا في البطبوط ولا في الملوي المخمار. سمحوا لي. ودابا غندوزو نوجدوا الكيك ان شاء الله. دابا ان شاء الله سالينا من هذوك المخمرات ديالنا. دابا ندوزو نصاوبوا الكيك ان شاء الله. شي حاجه زوينه انا اكيده الا جربتوا هاد جوج الاقتراحات غيوليو معتمدين عندكم. ما غاديش تقدوا تعاودوا تسخاو بهم ولا تغيروهم. عندي هنايا قياس واحد التفاحه. هانتوما قطعتها رقيقه لانني غادي نديرها في مولينكس تطحن مع المكونات. عندي 2 بيضات كما كتشوفوا، عندي 2 خميرات حمر، عندي وحده فاني، عندي واحد الفلون كراميل باش نعززو هكا النكهه ديال الكراميل، وعندي واحد الفلون كراميل. جربوا هاد الكراميل لوغو ديال الكراميل مع التفاح شي حاجه. المهم تجربوا وغتحكموا. عندي كاس الا ربع ديال السكر سنيده اللي كان كيبغي الحلاوه يمشي حتى الكاس، وعندي كاس الا ربع ديال زيت نباتيه. بلا ما يطول علينا الفيديو وعندي 2 كيسان ديال الطحين من كاس العنبه. الطحين يكون نوعيه جيده، يكون ممتاز زعما. غادي ندير كلشي في مولينكس، غادي نضربهم مزيان حتى غيطحنوا ليا صافي. وغادي نزيد الطحين 2 كيسان. انا هاد حتى هو خصو يجينا عاقد شويه، ماشي عاوتاني قاصح ولكن بين وبين. المهم انا غنوريكم لا تيكستور ديالو صافي. وغادي نرجعوا ان شاء الله باش نوريكم الحشو ولا الطبقه الفوقانيه اللي غنديروا فوق هذا الكيك هذا. انا الكيك ديالي كما كتشوفوا هاي لا تيكستور البنات والولاد ثقيل شويه على الخليط العادي ديال الكيك باش هذيك الطبقه اللي غنديروا من الفوق ما تهبطش لينا، تبقى لينا الفوق صافي. هانتوما دابا غنزيد 2 خميرات حمر. بسم الله. اخر مرحله باش ما تهبطش لينا هذيك لاطاري ديال الكيك. وصافي المول انا اختاريت هذا بلاتي، انا غنوريه لكم. اختاريت هذا اللي كيتحل من الجناب. هانتوما درت ليه فرشت ليه ورق الطهي ودهنته في الجناب بالزبيده ودرت ليه شويه الطحين صافي. غادي نخوي الخليط هنايا. وين الكيك ديالنا. دابا غادي نرجعوا للطبقه اللي قلنا غنديروا من الفوق. هانتوما عندي فيها تفاحه حكيتها بحكاكه طويله رقيقه، عندي لوز افيلي، وعندي شويه ديال الكوك، وعندي واحد الفاني
صافي غادي نخلط هاد المكونات وغادي نحاول نديرهم من الفوق. هذا علاش قلت لكم الخليط ديال الكيك خاصو يكون ثقيل شويه باش هكا ما يهبطش لينا وسط الكيك. صافي انا غادي نطيبو في فرن كهربائي سخنته ديجا على 180 درجه، غنشعل عليه غير من التحت حتى غيطيب، عاد غادي نشعل عليه شويه من الفوق، والا كان فرن غازي شعلوا عليه غير من التحت حتى وكان يطيب. قلبوه هكا بكوردون ولا بشي حاجه، وملي تلقاوه طاب شعلوا عليه شويه يتحمر من الفوق وصافي. ها الاقتراح ديالنا واجد باذن الله. بسم الله. صافي كنديروا هاد الطبقه هكا من الفوق. روعه روعه هاد الاقتراحات اللي عطيتكم اليوم، شي حاجه زوينه وزوينه بزاف. هانتوما صافي كطبقه كنزينوا بها الوجه ديال الكيك ديالنا. صافي كما قلت نشوفوه ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. هانتوما البنات والولاد، ها هو الكيك من بعد ما وجد. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي. شوف شي حاجه رائعه وشبعان تفاح. عرفتي داك لوغو ديال الكراميل مع التفاح، شي حاجه روعه. نتمنى تجربوا هاد جوج اقتراحات اللي عطيتكم. الفطور، الكوتيت العشيه، الفطور الصباح، جايينكم ضياف معروضين عند شي حد، بغيتو شي حاجه ديال تحميره الوجه، ما غتلقاوش احسن من هاد جوج اقتراحات. شي حاجه زوينه. ايوا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى به نكون كنفيدكم ولا كنسهل عليكم. لاول مره كيشوف القناه ديالي، مرحبا والف مرحبا في قناه حليمه علاوي. دخلوا اشتركوا بالقناه الى عجبكم المحتوى، بطبيعه الحال فعلوا الجرس باش كتوصلوا باي جديد انا حطيته. وحبابي القدام وحتى الناس الجداد اللي كيتقوا فيا ويتزادوا القناه، شكرا لكم على الدعم، على التشجيع، شكرا لكم على المسانده، شكرا لكم على كلامكم الطيب في التعاليق. الله يجازيكم بخير والله يجعله في ميزان حسناتكم. ما تنسونيش من لايك وكومونتير زوين بحالكم، البارطاج الا كان ممكن باش تعم الفائده. وقبل ما ننسى، انا كتزيين بسيط. هانتوما كتشوفوا درت لي بيبيت دو شوكولا ودرت هكا خطيطات ديال الكراميل من الفوق غابي، لان راه كاين عندنا الكراميل داخل. صافي هادشي اللي كاين. في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.